السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم في قناة طعم البيت مع إيمان رضا. النهاردة هنعمل مع بعض ورقة اللحمة بالبطاطس بطريقة سهلة وطعمها يجنن. وعشان نبدأ الأول في عمل ورقة اللحمة بنبدأ بتتبيل اللحمة. نحط لها ملح وفلفل وفي طاسة على النار نحط زيت ذرة وحتة سمنة دقيقتين وهننزل بفصوص ثوم ونسيبها دقيقتين وبعدين نقلب. طلعنا اللحمة بصل اهو ونحط عليه ملح وفلفل. دي كمية البصل اللي عندي، كمية البصل هنا 3 بصلات، وهنعملهم كده بالطريقة دي بالشكل ده، ريحتهم تحفة. عندنا السمن والزيت اللي هو مكان اللحمة، هنروح حاطين ضايفين ليه البصل بتاعنا. نزلنا بكمية البصل وهناخده ونحط عليه. هننزل بالبطاطس، الطماطم، فلفل اصفر، فلفل احمر، وجزر، وهنا شطة، كمون، جوز الطيب، وملح وفلفل، ومعلقتين كبار صلصة اللي هي المعلقة. هنقلب كل ده مع بعضه وهننزل بالبصل المكرمل. وهنا قلبنا كل الخضار مع بعضه، وهنبدأ ان احنا نرصه. ونجيب صينية، نجيب ورق ألمونيوم، وبعدين رحت جايبة ورقة الزبدة. هننزل بالخضار بتاعنا وهنجيب قطع من الدهن ننزل بيها. وما عندكيش دهن برضو ممكن تحطي سمنة بلدي، السمنة البلدي اهي. ننزل بقى بقطع اللحمة وبعدين هنقفلها من فوق بورق زبدة كده. ورقة اللحمة بتاعتنا جاهزة على التسوية بعد ما قفلناها. هندخلها فرن مولعينه من قبل كده لمدة ساعة لساعة ونص. هنحطها في الرف اللي في النص. وبكده تكون ورقة اللحمة بالبطاطس بتاعتنا خلصت. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك واشتراك وتفعيل الجرس. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.